مساء الخير، يا رب تكونوا بخير. 100 يوم تابينج ودي 25. هنشتغل على آه، ان انا ما اقدرش اعيش من غيره. نفس مرة واحدة، ندخل في سبعة ونطلع في سبعة، شوف الشعور شدته. ناخد مسؤوليتنا ونتابع مع بعض. برغم ان انا حاسة ان انا ما اقدرش اعيش من غيره، بحب نفسي تماما واقبلها بدون حدود. برغم ان انا حاسة ان انا ما اقدرش اعيش من غيره، بحب نفسي تماما واقبلها بدون حدود. برغم ان انا حاسة ان انا ما اقدرش اعيش من غيره، بحب نفسي تماما واقبلها بدون حدود. حاسة ان انا ما اقدرش اعيش من غيره. يعني لو قعدت 3 ايام مش بيكلمني وانا مش عارفة السبب انه ما بيكلمنيش ليه، او لو مخاصمني مثلا، او لو رافض يرد على رسايلي وحسيت بالتهديد في العلاقة، ايه الشعور اللي انا بحسه في اللحظة دي؟ اللحظة اللي بحس فيها ان انا فعلا مش قادرة اعيش من غيره. بحب نفسي تماما واقبلها بدون حدود. برغم ان انا في لحظة التهديد بحس ان انا مش قادرة اعيش من غيره، وبحب نفسي تماما واقبلها بدون حدود. برغم ان انا في لحظة التهديد بحس ان انا مش قادرة اعيش من غيره، وبحب نفسي تماما واقبلها بدون حدود. برغم ان انا في لحظة التهديد بحس اني مش قادرة اعيش من غيره، بحب نفسي تماما واقبلها بدون حدود. مش بتاب عشان اختار اني اعيش من غيره، بتاب علشان الانرجي اللي بتزقه بعيد عني تلاقي مسار من خلالي عشان اقدر امررها. الشعور ان انا مش قادرة اعيش من غيره معناه ان انا عندي بلوك في التواصل الذاتي، ان انا ما عنديش اطمئنان داخلي. والبنات اللي عندها اطمئنان داخلي مش بتحس انها مش قادرة تعيش من غيره، وفي نفس الوقت الاحتمال بتاعت ان هو يمشي مش بيكون موجود ضمن احتمالاتها. مع ذلك انا حاسة ان نمط التفكير اللي انا بستخدمه غلط. بحب نفسي تماما واقبلها بدون حدود. برغم ان انا شايفة ان حل الشعور اني ما اقدرش اعيش من غيره، الحل ان انا اقدر اعيش من غيره. بحب نفسي اقبلها بدون حدود. برغم ان حل الشعور ان انا ما اقدرش اعيش من غيره هو اني اتابع نفسي عشان اقدر اعيش من غيره، بحب نفسي تماما واقبلها بدون حدود. برغم ان انا بدخل السيشن مش عشان اخد الدرس اللي ورا الحدوتة، انا بدخل السيشن علشان اغصب نفسي على وضع my inner voice ما بيقبلهوش، بس انا عايزة اطبقه غصب عني. بحب نفسي اقبلها بدون حدود. انا مش عايزة احل الصدمة اللي ورا عدم الامان، انا عايزة اقدر اعيش من غيره.
انا مش داخله السيشن علشان اخد مسؤوليتي عن الصدمه اللي خلتني حاسه بالخوف من الفقد او الهجر. مش بفكر احل ده. مش بفكر اراضي الجزء اللي جوايا اللي عنده خوف من الهجر او خوف من السيبان. مش بفكر اني اعمل الانر انتجريشن، التكامل الداخلي، عشان ابقى مطمئنه من جوايا وما بقاش متهدده بالهجر والسيبان من برايا. انا ما بفكرش امشي الخطوات الصح. انا ما بفكرش امشي الخطوات الصح. just say yes to the present moment. انا ما بفكرش امشي الخطوات الصح. ما بفكرش امشي الخطوات الصح قصاد الخوف من الهجر. ما بفكرش امشي الخطوات الصح قصاد الخوف من الهجر. بحب نفسي تماما واقبلها بدون حدود، برغم ان انا داخله اشتغل السيشن من عقلي، وعقلي بيقول لي خايفه يسيبني، نمسحها، فابقى مش خايفه يسيبني، اعمل اللي تقدر تعمله عادي. بحب نفسي اقبلها بدون حدود، برغم ان انا داخله السيشن عشان احل من الدارك ومن الايجو. بحب نفسي اقبلها بدون حدود، برغم ان انا داخله السيشن عشان احل من الدارك ومن الايجو. بحب نفسي اقبلها بدون حدود، برغم ان انا داخله السيشن عشان احل من الدارك ومن الايجو. بحب نفسي اقبلها بدون حدود. just say yes to the present moment. انا داخله السيشن عشان عايزه احل من الايجو بتاعي، عايزه احل من عقلي. داخله السيشن عشان احل من عقلي. عقلي قال لي تدخلي تحطي الشيلد على الخوف ويبقى عندك carelessness. فانا داخله الجلسه عشان اجيب شيلد. مفيش شيلد من ديفاين، فانا داخله الجلسه ادور على اي شيلد من دارك علشان اقول انه مش هاممني، مش خايفه يسيبني ولا حاجه، عادي قشطه، لو سابني بكره الصبح ابقى في منتهى السعاده. ومش ناويه اني احل النقطه زي ما درست خطوات الحل. بحب نفسي تماما واقبلها بدون فهم. بالرغم ان انا مش ناويه احل النقطه دي زي ما درست خطوات الحل. بحب نفسي تماما واقبلها بدون حل، برغم ان هنا مفيش حاجه في دماغي بتقولي احنا داخلين نحل جرح الهجر. ده مش متاح بالنسبه لي. بحب نفسي تماما واقبلها بدون حل، برغم ان انا ما عنديش الرغبه اصلا اني احل جرح الهجر، ولا عايزه اوصل للسيلف كونكشن، ولا عايزه اوصل للتواصل مع نفسي. بحب نفسي اقبلها بدون حل. just say yes to the present. انا في سلام مع اني حاسه اني مش عايزه احل جرح الهجر. انا دلوقتي شايفه ان انا بفك ايدي من على اختياري ان انا مش عايزه احل جرح الهجر. just allow it to be as it is. just say yes. البودي ريلاكسنج بيقول لي ان انا سمحت للشعور اللي انا بزقه انه يكون موجود زي ما هو.
بحب نفسي تماما وأقبلها من المفروض، برغم إن أنا كنت داخلة سيشن عشان هدف معين ما اتحققش. ما خدتش اللي أنا عايزاه من السيشن، ما عرفتش أردم على إحساس خايفة يسيبني أو مش قادرة أعيش من غيره. وفي نفس الوقت ما اخترتش to heal my heart. ما عنديش اختيار to heal my trauma. عشان كده أنا مش عايزة أسمح لنفسي إني أحس الشعور حلو، أو إني أوصل للحل. البودي ريلاكسنج معناه إن أنا سمحت للجزء مني اللي عايز يحل من الإيجو إنه يكون موجود زي ما هو. بنسمح له يكون موجود. just let go. بفك إيدي من عليه. دلوقتي بقيت عارفة إن اختيار الحل فهو اختيار إن الأنرجي نفسها تمر من خلالي بالشكل الصح، اللي أنا جربته مئات المرات. البودي ريلاكسنج بيقولي إن أنا بقيت عارفة دلوقتي من جسمي مش من عقلي إن الخداع بتاع إن أنا بردم على الخوف من السيبان باستخدام external energy it doesn't work. أنا دلوقتي جاهزة عشان أختار أمشي الهيلينج بروسيس. أي وقت أحس فيه إن أنا فعلا curious enough إني أمشي الخطوات حقيقي اللي تخليني أحل الشعور اللي بيقول إن أنا مقدرش أعيش من غيره. دايما متاح إن أنا أشتغل سيشن تاني بنية التواصل مع نفسي. دايما متاح إني أختار أحب نفسي تماما وأقبلها بدون حدود. نفس مرة واحدة بدخل في 7 بطلع في 7، استقبل نور مكان الخط.